أي رئيس مجنون سمعت عنه كوم، والرئيس ده كوم تاني خالص. صابر مراد نيازوف، مواليد سنة 1940، والرئيس الأسبق لدولة تركمانستان اللي مسك حكمها سنة 1991 وللأبد، وده بعد انهيار الاتحاد السوفيتي اللي كانت تابعة ليه. في أول حكمه كان ماشي زي الفل، ومنع تدريس اللغة الروسية أو التعامل بيها، وخلى التركمانية اللغة الرسمية، ولقب نفسه بتركمان باشي أو أبو التركمان، وده من كتر الوطنية اللي كان شعبه شايفها فيه. بس ده كان زي ما تقول كده حلاوة البدايات، لأنه بعدها بقى يخلص على أي حد يعارضه، وبقى يلهف فلوس الغاز والبترول ويحولها على حساباته في أوروبا، وعايش الشعب في قحط مالوش زي. بس كل ده عادي جنب المصايب اللي عملها، لأن رغم ظلمه وكرهه لشعبه بس كان بيحب أي حاجة بيمتلكها، لدرجة إنه عمل تمثال ذهب للكلب بتاعه لما مات. مش كده وبس، ده عمل له ميدان مخصوص يتحط فيه. يعني تخيل كده تدي ميعاد لصاحبك وتقابله في ميدان الكلب. لا وكمان حزنا عليه منع على الشعب كله شراء الكلاب، وطبعا اللي خلاه يفتكر لا مؤاخذة الكلب بتاعه اكيد مش هينسى نفسه ويعمل لنفسه في كل شبر في البلد تماثيل من الذهب. وبالنسبة لشهور السنة فما كانش واكل معاه اساميها، وسماها باسامي اهله. يعني شهر 4 خلى اسمه شهر الحاجة سلطانة على اسم امه، وعشان اهم شيء رضا الام غير اسم العيش وخلى اسمه سلطانة على اسم الحاجة، عشان الشعب كله كل يوم يقول اسمها. وفي يوم كان فاضي فيه حب يبين مواهبه في الكتابة، فألف كتاب سماه الرنامة، يعني كتاب الروح، وخلى سعره بسيط عشان كل الناس تقدر تشتريه. بس تفتكر باع كم نسخة؟ ولا نسخة، محدش عبره أصلا حتى لما بقى مجاني. عشان كده قرر يخليه ضمن المنهج التعليمي، ويكون حفظه شرط أساسي للتعيين في أي وظيفة أو رخصة السواقة أو حتى البطاقة. وما اكتفاش بكده، قالك يحتفل ويخلي يوم نشر الكتاب أجازة رسمية. يلا أهو رب ضارة نافعة، حتى الستات ما سلمتش من جنانه، لأنه خد بمبدأ امسح مكياج صاحبتك تلاقي سيد ابن عمتك. ومنع المكياج لأنه شاف إنه نوع من الغش التجاري، واللي يضحك إن قراره ده أثر على معدل الإنجاب هناك. ومش بس كده، ده كمان زي ما جه على الستات جه على الرجالة ومنعهم يربوا دقنهم. وسنة 1999 لما حب يفرح الشعب بمناسبة دخول الألفية الجديدة، وزع عليهم كلهم ساعة عليها صورته، ولازما ولابد يلبسوها في أي مصلحة حكومية. أما بقى النت في تركمانستان فمش بالسهل أبدا، لأنك لازم تقدم عليه فيديو وتشرح فيه هتركب النت ليه وهتستخدمه في إيه، والظباط هناك يراجعوا طلبك ويقبلت يا إما لأ. واللي يضايقك بقى ان كل الهليله دي وسرعه النت ميجا في الثانيه، يعني ولا تشوف بطاطس ام خالد ولا كيكه الشانتيز بتاعه ام رؤية. واكتر القرارات الجنونيه والغريبه اللي شاطح فيها على الاخر هو منعه لقراءه القران الكريم، والسبب غريب جدا، وهو انه ما لقاش ذكر البلد فيه. مش كده وبس، تخلى الشيوخ يقولوا كتاب الرنامه اللي الفه في الصلوات والخطب، وكمان اتجنن اكتر وادعى النبوه، وقال من يقرا الرنامه 3 مرات في اليوم سيدخل الجنه. وفي سنه 2006 اتوفى صابر مراد نيازوف، أغرب رئيس في العالم. ما تنساش بقى اللايك والشير والفولو لو عجبك الفيديو.